سؤال، وين ممكن تشوف الشفق القطبي؟ نحن في أكبر ولاية في أمريكا. آسف جو حطاب والله حبك. الولاية ما بين دولة روسيا وكندا. في هذا الرحلة عنا عدة تجارب، لكن أهمها رؤية الشفق. صباح أول يوم عندي جملة دائما أقولها: نصحوا قبل أن تصحوا الشمس. لكن الشمس هنا تصحى الساعة 10 على فكرة، للحين ما مأذن فجر وتسعة 7:15. أول فعالية في ألاسكا بنزور مدينة جميع سكانها يعيشوا في مبنى واحد، وعشان توصلها لازم تدخل في نفق الأطول في أمريكا. Hello. Yeah. ولأن النفق ضيق فحاطين جدول متى ممكن تدخل أو تخرج من المدينة. هذول كلهم ينتظروا على أساس الإشارة تفتح ونحن ندخل التانل. إشارة خضراء، توبة ندخل التانل. طول النفق تقريبا 4 كيلو، وتحتاج تقريبا 7 إلى 10 دقائق عشان توصل الجهة الثانية. خلينا نشوف وين المدينة أو وين المبنى اللي كل حد ساكن فيه. وين على فكرة يس ثيري كان قايل حصلناه. وهذا المبنى ورانا بألوانه الزاهي. سالفة هذا المبنى الله يسلمكم ان هذه المدينة كانت مقر لقاعدة عسكرية للجيش الامريكي في الحرب العالمية الثانية. في شجر كريسماس، لكن في صور المكان قديما الحرب العالمية. واختاروا هذا المدينة لأنها تحاط بالجبال الثلجية. Basement and floors 2 and above are not open to the public. يعني ويش؟ عندك هذا الطابق الأول. وبنوا هذا المبنى اللي يحتوي على شقق سكنية، كنيسة، مدرسة، كاتب العدل، دكان، شركة شحن وأشياء كثيرة. يعني باختصار تقدر تعيش طول حياتك في هذا المبنى وأمورك طيبة. Do you mind me if I ask you why did you move here? I have my kids came here the first time, so I was down the island. I came here for them because they are still in school. How is it like living here? Quiet, very quiet. You know, people mind their own business. Right? Yeah. And I love it. I was in California 15 years. Yeah. I was in Seattle. I don't like it. So when I moved here, You like it? I like it. That's very Perfect. nice. Yeah. Part of California were you in? Long Beach. Long Beach? Yeah. I'm originally from California. I just moved up here about 8 months ago. Wow. Do you guys want to guess where we came from? Where you guys come from? Guess. Like a wild guess? Yep. Yeah. Dubai? So I look What did he say? He said Dubai. Very close. Very close. Very close. Pakistan. Egypt? No. It's next to Dubai. Like 3 hours from We Dubai. have borderlands with Saudi Arabia, What is it Yemen, called? Oman. Oman? Yeah. That's cool. طلعنا من هناك واريد اشرح لكم شيء. ولاية ألاسكا وايد كبيرة، تقريبا 6 أضعاف من مساحة عمان. ومدينة وتر اللي كنا فيها موجودة في أقصى الجنوب، وقالوا لنا عشان نشوف الشفق نحتاج نروح فوق، فقررنا نخلص كل الفعاليات الموجودة هنا بعدين بنروح فوق. ايش هذه الورقة؟ هذا الورقة يا طويل العمر تحدي مسابقة، تصور صورة بالسيارة من الشركة اللي استأجرناها. كل أسبوع يختاروا الفائز بأفضل صورة في الفيسبوك. في الفيسبوك. أفضل صورة وش يحصل؟ يحصل $100 تخفيض من مجموع الإيجار. فطول هذا الرحلة نحن وثقنا السيارة أكثر من الرحلة نفسها تقريبا. ونهاية الفيديو بقول لكم لو فزنا ولا لا. هيا ألاسكا. جدول اليوم هذا يس ربع، قاعدين نضرب لفة بدراجات في وسط الثلوج. بدينا التجربة بسرعة خفيفة عشان نتعود على الدراج لأنه ثقيل، لكن الأثقل المناظر اللي قاسين نشوفها أبدا ما كانت طبيعية، أو طبيعية شوية طبعا. ما كنت مستوعب إن كيف واحد من سناو في عمان فجأة يكون في نص غابة ثلجية في مكان عشوائي في ألاسكا كسوق دراجة ثلجية. حمود حمود حمود
حمود حبيبي حمود حبيبي حمود قوم اقعد من النوم. ووافق على انه يخبي حق عبد الله رواتبه ويعطيه مصروف يعني قوت يومه بس اللي ياكله ويشربه، يعني الشغلات اللي يحتاجها فقط. حجزنا في مكان تقريبا يبعد 1.5 ساعة من المدينة، لأن كثير قالوا لنا عشان تشوف الأرورا، عشان تشوف الشفق لازم تبتعد عن المدينة. الحمد لله على السلامة. وصلنا ذا السكن القوي. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو توصو ورأى القطة نادى بس بس قالت له لو 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 لو. أول شيء جالسين نسولف مع راعي السكن، وقالنا ان السماء صافية، يعني نقدر نشوف النجوم، ففي فرصة كبيرة نشوف الشفق. وظاهرة الشفق تصير بسبب تفاعل جسيمات مشحونة من الشمس مع بعض الغازات الموجودة في الأرض، وهذه الظاهرة ما تصير إلا في القطب الشمالي والجنوبي، لأن الأرض محاطة بحقل مغناطيسي، وهذا الحقل يوجه الجسيمات إلى هذه المنطقتين. وإذا شفتوا الشفق لونه أخضر أو أحمر يعني نسبة الأكسجين في السماء عالية، وإذا شفتوا الشفق لونه أزرق أو بنفسجي يعني نسبة النيتروجين عالي. وعلى فكرة هذه الظاهرة دائما تصير، لكن عشان نشوفها لازم السماء تكون صافية وأيضا تكون في عز الليل، عشان كذا أفضل فترة تشوف الشفق هي فترة الشتاء لأن الليل يكون أطول. نسوي منبه كل ساعة نقوم عشان نشيك البرنامج. برنامج يقولنا نسبة ظهور الشفق، إذا وصلت النسبة 30% يعني يمدينا نشوف، وللحين بس 14-15%، فما كافي، مع أن السماء صافية لكن ما قاسين نشوف شيء. تو الساعة 4 للأسف للحين ما شفنا شيء، شكله خلاص النسبة وصلت 7%، نزلت أعلى شيء أتوقع 14%، كانت على الساعة 3. إن شاء الله بكرة، إن شاء الله بكرة بنشوف. صباح الخير، متجهين إن شاء الله. قالوا إن في سباق نادرا ما يصير. وش قال لك؟ بس يقول لي انه اتبع الاصوات، كل ما تشوفون اعلى اول ما توصلي بتحصلوهم هنا الخدام. أيوة. بعد نص ساعه هم يبديوا، فحاليا 30 جالسين كل فرق يجهزوا التيمز مالهم يعني. اسمع اصواتهم، ما اعرف اللي ينسمع ولا لا، اتمنى ينسمع في الكاميرا في الفيديو. نحن في أغرب جدول في هذه الرحلة، نحن في تجمع سباق كلاب. أبدا ما كنا مخططين لهذا الجدول، لكن أمس في الليل صاحب السكن قال تعالوا في سباق نادر ما يصير في هذه الفترة. Do you know like the average time for a team for this race? This race is 52 miles long. The top teams, they're probably going to be coming in right a little under 5 hours. This is kind of a relatively short race, but a lot of these dogs are training for much longer events. So ما أعرف المقلة أسأل لأنه فاتح ستريم. فينا فضول كم مركز الأول ياخذ؟ I'm not sure. You have to ask Brendan. Okay. first place gets around $3,000. It sounds like a lot of money, but the dogs are very expensive. Do you think gonna win today? I don't know if they're looking to win. I think they're looking to mainly get experience. Yeah. طبعا ما يصير نطلع من هناك ونحن ما مقربين التجربة الحقيقية. قاعدين هايك مكان يسمى The Hidden Heaven أو بالعربي الجنة المخفية. استغفر الله ما أعرف لو يجوز ولا لا، لكن هذا من الجداول اللي قررنا أنا المصور إن لا قررنا أنا ما عنده اسم؟ إيه حسيت والله. قول شيء كذا انه اكتيفيتي على السريع ما مخططين له، فاهم؟ إيه هو طب بس بجيب إن أنت قاعد الفكرة. مصور هذه الرحلة هو خالد العزري، صديق الطفولة، أصدقاء يمكن فوق 10 سنوات. هو من الناس اللي ساعدوني في بداياتي في صناعة المحتوى أيام المدرسة، واليوم ما مقصر معي في هذه الرحلة. طبعا تلفون خالد سكر وهو اللي معاه اللوكيشن،
فالتو نمشي على البركة، على الإحساس. كانك ضعت في الاسكا. ولا تريد تسويها يعني؟ أقول لك اسمع عنوان الفيديو، ضعت في ألاسكا. كذا صورة عيني. واو يا ريال. تعرفوا وش العلاقة بين الريال العماني ولاية ألاسكا؟ حتى أنا ما أعرف، لكن سبونسر لهذا الفيديو هو ريدبيرد. ريدبيرد شاف تفاعلكم في وجبته الأخيرة الماك ستاك، لذا قرر يخلي الوجبة موجودة للأبد بدل ما كانت موجودة لفترة محدودة. وأيضا لو أنك طالب تقدر تحصل تخفيض 15% على كل الوجبات بعد ما تراويهم بطاقتك الجامعية. الليلة هي الفرصة الأخيرة لرؤية الشفق، وبعدها مسافرين متفائلين خير إن شاء الله. والله يعني أكبر سبب خلاني إني أحجز هذه الرحلة إني أشوف الشفق، فيا رب تضبط معنا يا رب. وكالعادة ضبطنا مليون منبه وفتحنا البرنامج وعلينا بس ننتظر. جمل 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 يسهر على العطش. جمل 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 سفينة الصحراء. توصل 3 ونسبة نزلت إلى 6 للأسف. وشيكنا الأجواء، السماء مغيمة. للأسف لم يحالفنا الحظ في رؤية الشفق، وأيضا لم يحالفنا الحظ في مسابقة السيارة. لكن بأمان الفعاليات والمناظر اللي شفناها في ألاسكا كانت كافية لجعل هذه الرحلة لا تنسى. وصلنا مكان حقيقي، هي ألاسكا يا أخوان. لكن لأن ما شفنا الشفق وما فزنا بالمسابقة، فما أتوقع بتكون هذه آخر زيارة لي في ألاسكا. نحن في أكبر ولاية في أمريكا. آسف جو حطاب والله أحبك. خلينا نسوي مع بعض. عشت مع جو حطاب 48 ساعة. هاي الأفكار، هي أقوى فكرة في اليوتيوب يا جو حطاب.